اهلا وسهلا بحضراتكم وامسيه كرويه جديده وجامده جدا جدا لان دي مراجعه ليله الامتحان. فبما اننا بنتكلم ليله الامتحان وان شاء الله باذن الله يكرم المرء باذنك يا رب ومنتخبنا الوطني يكسب كوت ديفوار بكره. انا متفائل. تقول لي جايب التفاؤل ده منين يا عم؟ انا حر، يعني ما تكبتش مشاعري. بناء على ايه؟ بناء على تاريخ بقى، وبناء على رغبه، بناء على امنيه، بناء على احساس بحاجات كتير جدا جدا يا اخي، بناء على اللي بناءه. انا راجل بطبيعه الحال بحب ابقى متفائل واحب املى صدري هوا كده، وفي الماتشات اللي شبه كده احب يبقى عندي شحنه معنويه ايجابيه. تقول لي يا عم وبعد الماتش تبقى يا سيدي، بعد الماتش حلال في حلال، يعني بعد الماتش نتبسط كلنا، مالك بقى ليه لونك حزيني؟ خلينا لوننا حلو. وبعدين اللعيبه بتسمع كل كبيره وصغيره، كل كبيره وصغيره، فمش عشان برضه نجيب لك من الاخر يعني، وبيتاثروا باقل كلمه واقل حاجه السكه بتاعت حمله الكوميكس اللطيفه. احنا بنحب نقعد نتريق على كل حاجه لان احنا بنحب نهزر على كل حاجه، بس احيانا الهزار يزيد عن حده فينقلب لضده، فيبقى احنا بنوجه السلاح لنفسنا فاكننا بنتريق على لاعيبتنا. لا طب وليه؟ هو اصلا العمليه مش كده، لان احنا لعبنا كوت ديفوار دي هي بالاشاوس بتوعها، بدرجبتهم، بيايا توريوتهم، بكل الاشياء، بكل النجوم دول كلهم. ها ايه اللي بيحصل؟ باشا انت تاريخ طويل. التاريخ ده انت بتعمله ازاي؟ بتعمله بمجهودك، بعرقك، بذهنك، بلعبتك، بافكارك، بحاجات كتير جدا جدا. ولذلك انا متفائل جدا جدا وامل في الله خير ان احنا نكسب. طب ما كسبناش، طب ما عملناش، ده كلام بقى ايه نبقى نتناقش فيه بعدين. انما الهوم ورك بتاعنا، الواجب بتاعنا احنا هنعمله على اكمل وجه. ففي مراجعه ليله الامتحان هنفصص لك، هنفك فرقه كوت ديفوار دي، هنفكها وبعدين نركبها تاني ونقول لك احنا نعمل ايه. اتفقنا كده؟ تعال بقى نرحب بالجمله اللي مشرفينا ومنورنا، نافذتنا حول العالم، الجينيوس بتاعنا السيد عمر عبد الله. مساء الفل. مساء الفل. ايه مبارك ايه؟ الحمد لله. لسه راجع من السنغال اهو، لسه راجع من السنغال، كان في بعثه هناك بيعرف لنا كوت ديفوار تعمل ايه. يعني ما تقلقش، انا بس ايه انت من 3 دقايق كده كملت الشغلانه كلها بقى. عملت كل حاجه في الشغلانه خلاص. ايه بقى؟ خلاص عديت الكاونت، عملت كل حاجه في الشغلانه كلها. يعني انا قفلت معاك كده اللعبه، شفتك بتعمل كل حاجه. يعني انا خلاص احجز كاميرات ماشي، خلاص بقى وصل كابلات بقى. يعني انا الكاونت من عندك ماشي، دي كانت اخر حاجه واحنا ختمناها. انا معاك. شيل ديسكات ماشي، الحمد لله. قفلت بقى الدنيا تمام، انا كده تمام. فضل ونعمه. ازيك يا ابو الفوارس؟ ديما عامل ايه يا نجم؟ انا مستني بكره واحده كل على وشه ان شاء الله باذن الله، والله العظيم. ان شاء الله بص باذن الله. اقسم بالله هقلبها مسرح والله انا عارف، والله انا عارف، العظيم هعلق كهارب وهقلب الدنيا. انا عارف والله. ان شاء الله باذن الله. احنا جايين بشويه تحليل وسر الدعاء والسجده ونيه الانتصار يا رب. ربنا يهديك. ازيك يا جو؟ ازيك يا هيما؟ عامل ايه يا مدرسه؟ والله 100 100. اخبارك ايه؟ ماشيه شغال كله زي الفل؟ الشغل شغال، ان شاء الله نكسب بكره ان شاء الله باذن الله. ازيك يا دكتور ثابت؟ الحمد لله تمام. ها ان شاء الله نعدي باذن الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله النهائي مصر والمغرب. ها ان شاء الله النهائي مصر انت والمغرب. رحت بعيد؟ يعني انا اعرف واحد برضو كده راح بعيد. لو عدينا بكره هيبقى النهائي بنسبه كبيره مصر والمغرب. يا رب ان شاء الله باذن الله. يا شابو يا ريس نعمل ايه؟ نفسي افهم بس يا شابو والله، اتفضل احنا معاك في حاجه؟ لا والله خالص، ده هل حمص الشام معانا مش موجود؟ لا تمام والله. هل احنا مثلا في شاي قهوه؟ ده كفايه ما انا متروق على سكالانس بتاع من قبل ما اجي. ليه يا معلم؟ خالص والله. ليه؟ ده جاي قبل اهو، ده 3 دقايق. احنا ما بنغيب، ما بنخطط وبنظبط وبنربط في حاجات. عندك بقى حاجات؟ عيب، انا مش جاي دي فاضيه والله العظيم. جبتوا شاشه حطيتوها؟ اقسم بالله ولا انا جاي لك بيدي فاضيه. بص جماعه بتوع سامسونج كانوا قاعدين بيتفرجوا على القهوه، قال لك والله يعني شوف ان القهوه دي ناقصه لها حاجه، التاتش بتاع القهوه مش موجود. فراحوا باعتين لنا اكبر شاشه موجوده في سامسونج، هي اللي قدام حضرتك دي شاشه اوليد 83 بوصه، وقال لك بقى دي ايه؟ دي بتشتغل في الجيمنج جامده جدا، يعني انت لو هتشغل عليها جيمنج ماتش كوره سريعه بقى، قال لك 144 هرتز فبتعمل شغل عالي. فاحنا هنشغل الشغل الله أكبر. طبعا هنشغلها في الاستوديو، بس بعد بطوله الامم. ده السؤال والله، ده السؤال. يعني فاهم كرتونتها كده ارجع زي ما هي. نطلع بيها على البيت. احنا قبل البرنامج هنيجي بساعه. أيوه. نفتح دوره بلاي ستيشن مع بعضينا كده والكسبان على الشاشه والكسبان على المشاريب. مشاريب مش على الشاشه. لا الشاشه غاليه. مهرها غالي وعزيزه ومش هينفع يا جو. خلاص رايحه في حته ثانيه. قال لك مهرها غالي. غالي. يعني هي مفيش قهوه من غير شاشه. عارف انت الشاشه انت شغاله ما هو مطلوب بالظبط. فاحنا هنشغل الشغل بقى، يعني هنديكم شاشه 83 بوصه، عيشوا حياتكم بقى، واجيب لكم كمان شاشتين كمان هنا وهنقلبها لكم. هنا عليك يا مدرسه. والله العظيم. ازيك يا عم حسن يا غزال؟ مبارك يا عم حسن. كله زي الفل؟ كله زي الفل يا كابتن. ازيك يا مصطفى؟
والله العظيم يا جماعه مصطفى كان بيبكي في الركن هنا. ليه كنا هنجيب الشاشه هنا قدام العربيه تخفيه خالص. قدم عشان ما تقطعش عيش الراجل عشان ده مكان اكل عيش. لو جه حد لك بقرص طعميه بلح كده. عارف لما تركن قدام محل كانت الشاشه هنا على عشان تعرف يا درش من فات قديمه تاه، وانت قديمي ما اقدرش انساك. ما اقدرش احط يعني بص الشاشه تخفيك، لا ما اقدرش. هتقعد تتفرج على الشاشه فيها احسن من كده حاجه. عملنا معاك الواجب اهو حبيبي يا درش. طيب بصوا يا جماعه انا عايز اخش في التفاصيل بسرعه، فكل واحد يقول لي الفكره اللي عايز يبيعها منتخب كوت ديفوار. يلا بينا. وازاي نكسب، وازاي نقدر نتعامل مع خصم سريع وعنيد وفي نفس الوقت عنده ثغرات. يعني اذا سالت اي حد يقول لك والله بص ناحيه الباك الشمال الراجل ده عنده مشكله كونان، فانت لو لعبت في ظهره تمام. فتروح تسال اكتر يقول لك والله بص انت لو عرفت تستغل من 3 ل 7 ثواني اللي الراجل بيطلع فيهم ورا في ان هو محمد صلاح يبقى موجود في ظهره بسرعات معينه، مبروك انت تمام. يقول لك والله عندهم مشكله في نص الملعب، المسافه ما بين خط الظهر وما بين نص الملعب في حاله الهجمات المرتده بيبقى عندهم مشكله في اعاده التمركز. فاذا انت قدرت تعمل بينيات سريعه في الحته ديت مبروك انت معدي. يعني هو مش فريق فولاذي، اكيد في ثغرات طبعا. كيف نتعامل بقى مع هذا الخصم الفولاذي؟ طيب خليني اقول لك في البدايه كل واحد يبيع الفكره بتاعته. طيب في البدايه انا مقسم منتخب كوت ديفوار مراحل كده. اول مرحله طريقه لعبه، وبعد كده بيبني اللعب ازاي، وبعد كده اخطر اللعيبه اللي فيه ازاي تواجههم، وبعدين نقط الضعف اللي فيه. لان نقط الضعف جزء كبير جدا انت قلته وبان حتى في المباريات اللي فاتت. بس انا العنوان بالنسبه لي بكره في المباراه الشجاعه. ما تخافش من كوت ديفوار. الفرق دي لما بتلعبها انت بشراسه هو كده كده نازل شايل همك مهما كان جامد. نفس حاله القلق اللي عندنا عنده وزياده. بس تعال نشوف طريقه لعب كوت ديفوار. معانا صورتين او رقمين يعني احصائيتين يقولوا لك طريقه لعب كوت ديفوار ايه اصلا، وليه لازم تكون شجاع قدامهم. يلا شغل لك الشاشه اللي جنبك اهو. بص اهو، ما اهو طيب سامسونج اهو، شوف ده بقى اهو. وايه بقى الدنيا براحك واقف 83 قوم اقف وبعدين احنا كده زي الفل. طب يلا يا باشا اتفضل قول. انا عندي حاجتين في منتخب كوت ديفوار، عشان كده بقول لك الشجاعه. منتخب كوت ديفوار بيقضي 80% من وقته في الملعب بيلعب 4-3-3. ماشي، ركز معايا في الارقام بتاعه 4-3-3 عشان هي دي المهمه. يلا نبص عليها. حلو. جاب 9 تجوان وهو بيلعب 4-3-3. الاكسبكتد جولز بتاعته او الاهداف المتوقعه 6.6 هدف وهو بيلعب 4-3-3. 56% 56% او 56.8% الاستحواذ بتاعه وهو بيلعب 4-3-3. الباس اكيرسي او دقه التمريرات بتاعته 88% او 88.8 داخل في 89% وهو بيلعب 4-3-3. نقطه مهمه جدا الماتش تيمبو، سرعه اداء وهو بيلعب 4-3-3 17.6 وده معناه ايه؟ ان الفريق بيعمل 17 تمريره في كل دقيقه استحواذ والكره معاه. خليك معانا يا فارس. رتم عالي في سرعه الاداء وهو بيلعب بالطريقه دي. اللونج شير باس او اللونج باس شير بيلعب 6.8. المهم بالنسبه لي الضغط بتاعه، معدلات الضغط البي بي دي اي، الارقام دي مهمه جدا. فك لي بقى الحاجات اللي دي. انا هقول لك دلوقتي 8.4 وهو بيلعب 4-3 في مقابل الفريق اللي قدامه بيبقى 16.5%. الارقام دي معناها ايه؟ الارقام دي ان هو بيلعب 4-3-3 ب 80% من وقته عنده زمن استحواذ اكبر، عنده رتم وتيمبو اعلى. الماتش تيمبو ده اللي احنا قلناه اللي هو 17.6 ده، الفريق بيعمل كام تمريره في كل دقيقه استحواذ. فهو في دقيقه الاستحواذ الواحده بيعمل 17 تمريره. كل ما زاد عدد التمريرات كل ما زاد نسق الفريق ورتمه، فبالتالي هو رتمه سريع، بيعمل 17 تمريره بس في كل دقيقه استحواذ. طيب معدلات الضغط بتاعته هو 4-3-3 8.4. يعني ايه؟ يعني بيضغط على الفريق، بيسيبك تعمل 8 تمريرات بس ويخطف الكوره. وهو بيلعب 4-3-3. طب ايه علاقه الشجاعه بده؟ خش على الصوره اللي بعد كده. يلا. لما الفرق بتهاجمه ويقضي 20% من وقت المباراه 4-5-1 يرجع في نص ملعبه. بص الارقام بقى هتتغير ازاي. يلا. لانه بيفقد قوته وانت جريء عليه وانت شجاع قدامه. الجولز جاب جون واحد بس، هناك 9. الاكسبكتد جولز 1.7 هناك 6 ماشي. البوزيشن نزل ل 48% من 56. الاستحواذ الباس اكيرسي ب 91% في مساحه ضيقه. الماتش تيمبو بطئ
زاد من 17 ل 19 فبطأ. فبقى ابطا. البي بي دي اي بتاعه بقى يسمح للمنافس ب 11 تمريره بدل 8. فبقى انت كل ما تحط كوت ديفوار في نص ملعبها وتخليها تحول طريقه لعبها من ال 4-3-3 لل 4-5-1 هو بيفقد قوته. فبالتالي انت اول حاجه نقولها في مباراه بكره هو الفريق ده مميز بطريقته، لخبط له ورق. كل ما هيطلع قدام وكل ما هيجي هو عليك هيبقى بارقامه الخطر دي، بس لما انت تروح عليه انت هتلعبه بطريقه هو مش متعود عليها وهو اضعف. انت عايزنا نهاجم كوت ديفوار؟ ما انا هجيبش كوت ديفوار ليه؟ ايه المشكله؟ مش هنلعب على الكاونتر اتاك؟ هل هنا بقى الفكره بقى هل مناسب ان العب كاونتر اتاك؟ هل المناسب ان انا العب كاونتر اتاك ولا المناسب ان انا اضغط كوت ديفوار واحطها في نص ملعبها؟ يا جدع ايه المناسب؟ يا جدع ايه المناسب؟ ايه المناسب؟ انا رايي كونتر اتاك طبعا. كاونتر اتاك طبعا. حلو. استقبالك للعب هنا نابع من فكره ايه؟ انا عايز اضيق عليهم المساحات، صح؟ بس في نفس الوقت الداتا بتاعتهم بتقول لك ايه؟ بتقول لك ان انت كل ما بتقربوا من جونك كل ما بتقربوا من جونك كل ما بيبقى اخطر. ماشي. فانت محتاج تعمل ايه؟ اقسم المباراه. بس يبقى الفكره كلها مش ان انا العب تحت الكره وكاونتر اتاك من الدقيقه 1 وفي نفس الوقت خد بالك عشان في بس خلط في النقطه دي. انا لما بقول لك اهاجم كوت ديفوار مش معناها ان انا اضغط عليه عالي والكره معاه خالص. انا طول ما الكره معاه انا هرجع. ماشي. بس لما اخد الكره ما اديهالوش. ما انا مش هديله بقى. بس هي الفكره في كده. الكاونتر انا مجنون بقى يعني اخد ليه بقى؟ ليه بقى؟ لان الكاونتر اتاك اللي انت هتلعبه ده لو مش مدروس هيبقى عباره عن ايه؟ عن سكند بول بالنسبه له. هتاخد الكره هتطلعها هياخدها يبقى راكد بقى. بس هيبقى سكند بول بالنسبه له واخد الكره الثانيه على طول. فالخوف الزياده هيفتح له مساحه هتخلي الارقام اللي في الصوره الاولانيه هي اللي تطغى على المباراه وبالتالي انت بتسلمه المباراه في نقطه قوته. عمر عبد الله نقطتين. العنوان بقى يعني اللي انت قلته ده اديني عنوان. عمر عبد الله نقطتين. واجه كوت ديفوار بشجاعه والهجوم بشجاعه محسوب. ماشي. فارس هتبيع لي ايه؟ هروح بقى شايف منتخب مصر يعمل ايه في مقابل فكره اللي اتقالت طبعا من عمر عن كوت ديفوار. وجهه نظري ازاي نقدر نعمل ده، الصوره بتاعه التشكيل وبعض النقط اللي مهمه جدا تتعلق بالتشكيل. يلا بينا اهي. ده منتخب مصر 3-5-2. ماشي. وجهه نظري ان المنتخب فعلا محتاج يحافظ على فكره الثلاثه ورا في المباراه دي. انت لعبت قدام جنوب افريقيا بكل الافكار بتاعتها اللي هي فريق فيه 2 محترفين بس ومع ذلك رحت لفكره ال3-5-2 مشيت معاك كويس ومشيت معاك بشكل جيد. طيب انت المباراه دي هل كافي ان يكون في لاعب محور ارتكاز واحد فقط بمهام دفاعيه بالبروفايل بتاع مروان عطيه؟ وجهه نظري الشخصيه اطلاقا. وكان كنت اتكلمت انا ودكتور احمد ثابت في الحلقه اللي فاتت عن اهميه مهند لاشين. طب بما ان اللي جاي من المعسكر ان مهند لاشين مش جاهز بنسبه 100%، طيب هنا وجود حمدي فتحي وخروجه لنص الملعب جنب مروان عطيه هو بالفعل افضل الخيارات الموجوده لانه هو لاعب عنده القدره ان هو يعمل دي وده مركزه الاساسي. استاذ طمن بالله انا سالت شات جي في تي قلت له انا عايز اعمل كده ودخلت له البيانات كلها بتاعت كوت ديفوار. قلت له احنا عايزين نلعب الناس ديت فهنلعب بمين ونعمل ايه؟ فراح قال لي الاثنين اللي في نص الملعب لازم يبقوا حمدي فتحي ومروان عطيه ويلعب امام قدام. يبقى دارسين ولا مش دارسين؟ شات جي في تي ايوه. احنا دارسين ولا طيب عشان بقى هو المجاني ده انا ما دفعتش ابو فلوس. مش برو كمان؟ لا ده مشكله كده. عارف لو برو كان قال لك بقى هات ربيعه ورا. لا بهدل لكم. طيب عشان نعمل ده ونقدر نحافظ على الثنائيه اللي هتقابل فرانك كيسي طبعا لاعب مهم جدا في كوت ديفوار وهنروح له في كوت ديفوار برضو عندنا كلام مهم عنها. وعشان تقدر تواجه الثلاثه بتوع كوت ديفوار اللي هي 4-3-3 نص ملعب قوي جدا، نص ملعب فيه مجهود بسنجاري وكيسي ومعاهم اللاعب اللي انا بشوف انه فرق معاهم جدا جدا اولاي لما دخل على حساب السيري اللي بدا البطوله وفوفانا فرق معاهم وده انا شايفه لعيب جه في البطوله 19 سنه اداهم ورك ريت مختلف تماما لنص الملعب وكان في رايي من اهم اللعيبه في مباراه بوركينا. طب انت عشان تواجه المجهود البدني الورك ريتس العاليه قوي في نص الملعب والتيمبو السريع والكره اللي دايما اللعيبه بتلاقي، انا عايز اقول لك فرانك كيسي طول المباراه بيحرك الكره وبيوزع الكره وهو حافظ تحركات كل لاعب. فانت محتاج حمدي ومروان عشان لعيبه تقدر
تستخلص الكوره ومعدلات قطع الكرات واستخلاص الكرات ومعدلات الضغط لازم تكون عاليه جدا. طب انت هنا فقدت حمدي ورا، واحنا بعنا لنفسنا فكره ان حمدي احسن واحد موجود وبعنا في كمان خط ان الضغط. لازم العب الثلاثه ورا، ماشي. وبعنا فكره ان احنا قدام جنوب افريقيا. وبالمناسبه انا في رايي ان منتخب مصر لحد دلوقتي في البطوله ما عملش ماتش اللي انا بشوف ان هو فارق. احنا بنشيد بمباراه جنوب افريقيا وانت مطرود منك واحد، ده اللي خلانا نثني على الموضوع. بس هو جنوب افريقيا لعيبه فيها 2 محترفين، وانا مش شايف برضو الفريق اللي هو بالقيمه اللي انا اقول ان مصر كانت بتلعب دفاعيا. لو ارجع بس الصوره في حته، يلا عشان دخول رامي ربيعه. رامي ربيعه لعب دي في النادي الاهلي، ماشي. لعب الحته بتاعت ربيعه الثالث، وياسر ربيعه وحسام عبد المجيد وياسر. ربيعه لعب دي في اكتر من مباراه مع موسيماني تحديدا بشكل جيد جدا. وحمدي ومروان هيعلوا معدلات الضغط، هيعلوا معدلات استخلاص الكوره، هيخليك بدنيا واقف على رجلك في المباراه، هيدوا اريحيه لهاني وفتوح. والناس هتقول ان الخطه دي هجوميا قليله، لا بالعكس، هاني وفتوح بيلعبوا كوينج باكس، وامام مهم جدا. الخطه دي مستحيل تنجح من غير امام، لانه هو اللي هتبدا تبني عليه وتطلع بيه. حلقه الوصل صحيح. لا بقول له الخطه دي يعني لا شجاعه، عكس اللي بيقوله عمر عبد الله. انا خايف من الحته دي فعلا. انت جاي تختلف بقى مش هختلف، انا عارف ولا انا عايز هو يحدد بس أنا عايز يختلف مع مين. لا لا انا بقول انا شايف ان هو ما حق. دخلتنا في بعض. لا بس خلاص كل واحد ياخد دوره انت وبعد كده. لا باش ما ياخد دوره ايه؟ انت خد بعد دورك. الخناقه تقول لي ياخد دوره خلاص. خد دورك. وايه ده؟ انا شايف ان التشكيله دي أيوة. عكس الشجاعه اللي اتكلم فيها فانت جيمس. عايز ايه؟ لا العناصر مش ما تخلي حمدي فتحي في مكانه ونزل مع في عمر. هل انت مع عمر عبد الله ومن لا هنقف ندافع، بس نخلي فيه قدام الخمسه بتوعنا، نخلي ما يبقاش حمدي ومروان، يبقى عندك امام ومروان ومرموش انت عايز وصلاح. ميكس شوكولاته. ايه؟ ميكس شوكولاته. دافع بوقفتك تحت الكوره، بس غير العناصر عشان تعرف تاكل تمسك الكوره شويه بس. ايوه يعني انت عايزها ميكس ما بين اللي عمر بيقوله وما بين اللي طبعا فارس بيقوله. طبعا ميكس شوكولاته. خلاص احنا نعمل هنجي لك بقى الميكس ازاي بقى؟ ما هنعرف بقى أيوة هو عايز ايه. بالظبط. انا عايز ايه. هو دلوقتي عايز حاجه في النص وبينكم انتوا الاثنين. هو طلع ذكي. انا لسه جاي. طب يلا يا جو بقى عشان نخش خناقه قوي بقى يلا. بص ايه الفكره اللي انت عايز تبيعها لنا بس الاول؟ الفكره اللي انا عايز ابيعها هي فكره انت ازاي هتوقف مفاتيح كوت ديفوار. حلو. كوت ديفوار عندها مفاتيح جامده جدا، ودي ارقام كوت ديفوار يمكن عمر شرحها يعني بشكل مفصل. يعني هي مقارنه بارقام مصر. بس ممكن نخش في اللي بعديها على طول. هتلاقي ان هنا ده الجون الاول اللي جابته كوت ديفوار في بوركينا فاسو. ماشي. ده اللي واقف في النص ده، شايف الراجل اللي واقف معاه مان ده. ايوه الراجل، ايوه لا اللي لا اللي وراه ده عماد ديالو. سلموا بقى ده. لا هات اديني سلمني أيوة، انا سلموا ده. سلمني انا وانا تاخد القلم الليزر بتاعي العب براحتك. اقلب القلم الناحيه الثانيه. لا مؤاخذه عشان ضرب فيا. ده عماد ديالو. ماشي. طب ماشي. انا بشوف بيلين بتجيبها في عيني ليه؟ ده عماد ديالو. ماشي. فالراجل ده واقف هنا فين؟ لان الراجل ده دار الباك رايت فتح اهو، فعماد ديالو هو دخل هنا اهو. الصوره اللي بعديها بقى عماد ديالو واقف فين؟ عماد ديالو واقف هنا اهو. بص بعيد خالص عن الهجمه. شايف الهجمه؟ شايف الراجل واقف فين؟ الراجل بعيد خالص عن الهجمه. ماشي. بعديها اللي بعديها عماد ديالو فين؟ عماد ديالو بقى هنا. راح فتح على الوينج تاني، اخد مكانه تاني اللي هو بيلعب فيه. بص بقى بعديها هيبقى فين؟ بص عماد ديالو بقى بعديها هيروح فين؟ عماد ديالو اهو ده بدأ يدخل في العمق شويه، مفيش حد، الراجل ده مش متراقب، الراجل ده الباك ليفت مش شايف هو جاي منين، الراجل بتاع نص الملعب محدش مراقبه. بص عماد ديالو بقى فين بقى في اخر لقطه؟ عماد ديالو بيجيب جون. فالراجل جه من نص الملعب، من اخر نص الملعب، كان بيتمشى جدا عادي جدا، فجأة اتسرسب وصل بقى قدام الجون. حاجه كمان ده انا اقفل عليه ازاي؟ ما انا هقول لك. ماشي. ما هو هنا ده اول لقطه. تاني لقطه كمان بتتعمل دايما من منتخب كوت ديفوار. الصوره اللي بعديها على طول. يلا اللي بعد. دي هجمه عاديه جدا برضو، دي هجمه الجون الثاني. مربع اللي فوق شمال يا جماعه. الراجل اهو نقل الكوره، ده تحت شمال ماشي. تحت الراجل نقل الكوره، هينقلها لمين؟ اول حاجه بيفكروا فيها ان هم هنروح لعماد ديالو. عماد ديالو اهو ماشي. الكوره راحت عند عماد ديالو، الراجل عمل الكروس اهو، راح جاب جون. فهو الراجل كمان مش فكره ان انا دايما هبقى قاطع على فاتح على الخط او داخل لجوه، لا هو الراجل بيستخدم في افكار كتيره جدا. عشان كده فكره فارس اللي هو بيقول عليها، فكره ان انا يبقى عندي اتنين قافلين على الراجل ده، سواء واحد من نص الملعب بيضم
على فتوح، او فكره ان انا ممكن امن فتوح بمدافع تاني من وراه عشان الراجل ده بيتسرسب بيخش في المساحه اللي ما بين نص الملعب وخط الدفاع، فانا لازم ابقى مركز قوي الراجل ده هيعمل ايه. الناس دي كمان مش بس بتعتمد على كده، الناس دي اول لما في كل كوره هتلاقي في الصور اللي بعديها هتلاقي ان هم دايما اول لما الكوره بتروح، لا اللي بعديها دي ارقام عماد ديالو عامه. بص الكره دايما هتلاقيها ان هم دايما بيدوروا عليه. بص الراجل اللي رايح انفراد لوحده ضيعها اي نعم في ماتش بوركينا فاسو، بس هي الكره اصلا كانت ناحيه الشمال اتنقلت على طول ناحيه اليمين لعماد ديالو عشان يخلص الجول. تقفل عليه ازاي؟ فتوح عنده ماتش صعب قوي، لازم يبقى مركز جدا. لازم الراجل اللي هيبقى قافل معاه في نص الملعب تبقى عارف قوي الراجل ده هيضغط عليه ازاي، هيضغط مع فتوح ازاي، وهيشفتوا مع بعض ازاي في اوقات. والراجل القلب الدفاع اللي هيبقى بيلعب ورا فتوح ده برده لازم يبقى مركز مع عماد ديالو بشكل كبير جدا. اذا